قولوا لنا واش عمر شي مواطن اجنبي في هذه البلاد في المغرب ديالنا تم الاعتداء عليه بهذه الطريقه؟ بالعكس، يتم تمييزه على المواطن المغربي، يتم تمييزه بساط اليه. هذه رسالته بان اي مغربي هو مواطن جميع المواطنين الى الحكومه المغربيه والى جهات مختصه سفير المملكه المغربيه. علاش جيتوا اليوم واش بغيتوا تقولوا؟ تقولوا القنصليه العداله والحقيقه والحقيقه. شنو الحكايه منهم؟ الله يحسن العوان، ما قادرينش يهضروا، مأثرين، لا حول ولا قوه الا بالله. غير هاد الصوره راها ما غتخليهم ما عمرهم ينساو. صعيبه 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 بزاف. صعيبه بزاف. هاد الصوره هذه كفيله على ان تخلي العائله ديال عبد الرحيم انهم عمرهم ينساو، ولو يبغيو ينساو راه غتذكرهم الصور، غتذكرهم الوقفات، غتذكرهم الاحتجاجات، غتذكرهم تصريحات المغاربه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن. اكيد ان المغاربه اليوم يقولون بصوت واحد كلنا عبد الرحيم. عبد الرحيم اللي مات بطريقه وحشيه على يد شرطيين ايطاليين. كفانا من خطاب الكراهيه والعنصريه، كفانا من الاحزاب المتطرفه في الدول الاوروبيه. يجب وضع حد لهذه الخطابات ديال الكراهيه. للاسف الشديد اوروبا معروف عليها انها حقوق الانسان ومعروف عليها انها دوله ديال القانون، ولكن للاسف الشديد هذه الممارسات اللي كنشوفوها على بعض المهاجرين لا تبشر بالخير، لان نحن نطالب بالمحاسبه والتدخل السفير المملكه المغربيه للحد من هادشي، لان المغربي غيبقى ماشي تكبر. راه الحولي الا بغيتي تذبحو راه تتحني ليه وتدير ليه تتقبلو وتقرا عليه وتذبحو، اما مواطن يضرب لي بحال هكا راه حشومه كاع. راه هادشي يمس بكرامه حقوق الانسان بالدوله الايطاليه، وراه ماشي حتى بالدوله الايطاليه، بان راه المسؤوليه بالمحاسبه، لان ايطاليا تمثل الاتحاد داخل منظومه الاتحاد الاوروبي. هذا يمس بالاتحاد الاوروبي. تنطالبوا بالتدخل الفوري واعطاء لكل ذو حق حقه، ما نسكتوش على هادشي. باستا تورتوراري، باستا تراتاري الماروكيني كومي لا ميردا. باستا لان سي مستفاتي حنا بهذا المبادئ تنتقدموا بتعازينا الحاره لا داعيه، لان هاد الفقيره ماشي ابن هذيك العائله، راه ابن الشعب المغربي ككل. واليوم غطر على هذيك غدا غطر لواحد اخر، ما غدا يجيو يدخلوا لنا للبلاد، راه حشومه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. هذه رسالتنا بأن أي مهاجر أجنبي تيجي لهذه البلاد، تيجي يجي يدوز ككونجي أو يجي يستثمر، ما تيتعاملش بهذه المعامله هذه، بالعكس يتم تعليمات تحت تعليمات سيدنا الله يسرو وتحت تعليمات السلطات، يتم بسط البساط اليه ومعاملته بمعامله مميزه على المواطن المغربي. ولكن هذا الشيء اللي وقع في الطليان لن نسكت عليه، وما نحملوش مسؤوليه فقط الدولة الإيطالية، الحكومة الإيطالية. هناك الاتحاد الأوروبي، لأن الدولة الإيطالية تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، وهذا يمس هذه الواقعة الشنيعة تمس بسمعة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي. حنا تنشكروا الجهات المختصة الحقوقيين بإيطاليا، وأشكر المواطن الإيطالي اللي خرجوا واحتجوا على هذه الواقعة
الأوضاع الشنيعة. احنا لن نصمت على هذا، وبناء على هذا سوف نواصل نضالتنا بالتنسيق مع جميع المهاجرين عبر العالم حتى يتم أخذ حق فقير. فقير هو ابن الشعب، فقير هو يمثل، هو سفير لهذه المملكة المغربية بحال أي مهاجر بالديار المهجر. أي مهاجر مغربي بأي دول المهجر فهو تيمثل، يعتبر سفير من السفراء، لأن تيوصل واحد الرسالة على بلاده. لأن هذه الاستثمارات في المغرب وجلب الأجانب فهو كراس متشكرا جاء بناء على هذا المهاجر اللي وصل واحد الرسالة على بلاده. حنا بغينا رسالتنا، جيبوا لنا اي اجنبي كيفما كانت جنسيته في هذه البلاد هذه وقعت لها هذه الواقعه او تم الاعتداء عليه. بالعكس اؤكدها، يتم التمييز وبسط البساط، وهذه رسالتنا. راه ما كاينش غير فقير، راه كاين حتى المختطفين المحتجزين في التندوف. نطالب باطلاق السراح وتدخل الاتحاد الاوروبي وتدخل الجهات الحقوقيه عبر العالم باش نفكوا هذا اللغز هذا. احنا اليوم تنقولوا فقير، نتقدم بتعازينا الحاره، نتقدم. تعالي لا تعالي تعالي الله يحفظك. غادي نهار وغير نهار ولا ما قدرناش. تعالي ما قدرناش نهضر. لا تستنى